حلو، يعني هو هيبدا يسعى ويدور وينزل ايفنتس ويصور. طب معهوش كاميرا يعمل ايه؟ طيب احنا لو احنا مثلا ما عندناش كاميرا فهي عمرها ما كانت عائق، بدليل ان انا قلت لك انا ابتديت وانا ما كانش معايا كاميرا. انت اديت كورسز وانا مش معايا كاميرا وعلمتهم حاجات في الكاميرا بتاعتهم، متخيله؟ فطبعا وجود كاميرا معاك هيفرق، بس انت ما تخليهاش العائق بالنسبه لك لسبب بسيط جدا، ان انت في كورس الاساسيات مثلا في مكان زي كارو فوتوغرافي كلاب اللي انا بدي فيه الكورسز، هو ده مش اعلان ولا حاجه، انا مش صاحب المكان عشان الناس بتكون متخيله كده، انا مجرد انستراكتور هناك يعني. لا وانا حضرت فيهم بصراحه تحفه يعني كل الانستراكتور سواء انت او خيري، انا دول اللي خدت معاهم ما شاء الله عليكم انتوا الاثنين يعني. فهناك هم بيوفروا اوبشن حلو قوي ان انت بتاخدي كورس البيزكس وبيكون في كاميرا في المكان بتاخديها من المكان تستخدميها وقت الكورس كله وتطبقي بيها وترجعيها. بعدين لما يجي لي اي تصوير وانا محتاج اصور هاجر الكاميرا، طبعا في فئات كتير جدا من الكاميرات، فممكن ابتدي بان انا اجر كاميرا مبتدئين، والكاميرا دي ممكن تكون مثلا سعرها 200 300 جنيه، مش كتير يعني. صح. وتقدر انت تدرب نفسك عادي.